السلام عليكم. نرحب بكم في قناتي ما باسيون كولينير متعتي في الطبخ. اليوم بمناسبة قدوم فصل الربيع حبيت نقدم لكم وصفة البراج أو المبرجة أو كيما نسموها فإحنا في العاصمة المتقبة. وكاين تسمية واحدة أخرى وفي ولاية بجاية تعرفت عليها عن طريق أختي وحبيبتي ليلى سعادة، ألا وهي الملة. ما نطولش عليكم ونفوت مباشرة لطريقة التحضير. قبل ما نبدا في تحضير العجينه تاعي لازم ندير طاجين تاعي يسخن على نار هادئه. نخلط 3 كيلات ممسوحه تاع السميد المتوسط مع كيلة تاع ليدام ونكملها بمقدار صباع تاع الزيت. تقدروا ديروا اللي عندكم في البيت، الزبده، السمن او مارغرين. وشنو المارغرين لازم نصفيوها هذاك الماء اللي عندها. نحكو السميد والمادة الدسمة بين يدينا مليح مليح حتى نشوفوه ولا كيما الرمل المبلل. هذا دليل على أنه السميد تاعنا دخلت كامل فيه المادة الدهنية. وكي تتكون لدينا الكرة بين يدينا معناه أنه العجينة تاعنا صارت جاهزة. هنا نقدروا نخليو العجينة تاعنا ترتاح كيما المقروط يعني مدة، أو نفوت مباشرة كيما درت أنا للمرحلة القادمة. نبدا نضيف الكيلة تاع الماء والماء الزهر بشويه بشويه، وكل ما نرش السميد تاعنا بالماء والماء الزهر نحاول نوصلوا هذاك الماء لكل حبيبات تاع السميد. العجينه تاعنا ما لازمش ندلكوها، نخدموها غير باطراف الاصابع. قدرة امتصاص تاع السميد تختلف من نوعية لأخرى، إذا يقدر السميد تاعنا يمتص كيلة تاع الماء أو أقل أو أكثر. السميد ديالي شرب اقل من كيلة، الوغ الحل هو انكم تشمخوا السميد تاعكم حتى يتلم كيما هكذا. نقسم العجينة الى قسمين. نحل القرصة الاولى فوق ورق الطهي بالحلال، ونزيد نحل عجينة التمر فوق ورق الطهي ايضا. نحط لكم الرابط تاع كيفية تحضير عجينة التمر في صندوق الوصف. التمر تقدروا تنكهوه كما تحبوا بالقرفة والجلجلانة والقرنفل. انا هذا التمر جاني من الجنوب الجزائري وفضلت اني نخليه على طبيعته. نحل القرصة الثانية تاع العجين فوق طاولة العمل ونركب طبقات الثلاث فوق بعضاهم ونتكي عليهم بشوية باش يلتصقوا بيناتهم. كاين بالك اللي يتسائلوا ويقولوا علاش راكي تشقي في روحك وتحلي كل وحده وحدها، حطيهم فوق بعضاهم بين ثلاثة وحليهم مع بعض. وانا نرد عليكم ونقولكم هذا هو السر اللي يخلينا نتحصلوا على طبقة تاع التمر واضحة، يعني نات ما تتخلطش مع السميد، يعني يجي خيط تاع التمر تقول شي مرسوم باليد. نعدل مليح السطح مع الحواشي. ونقطعوا مربعات او مقروطات كل وحده كيما تحب، وبكل حذر نسوي ونسقم الحبات تاع البراج. شوفوا هنايا طبقة تاع التمر كيفاش جات نات واضحة.
الطهي تاع البراج لازم يكون على طاجين اللي موالفين نطيبو فيه المسمن او التريد باش ما يلصقوش. تقدروا تطيبوها على مقلاة تكون ثقيله او كريبيير. نطيب البراج تاعي على نار هادئه لمده 5 إلى 7 دقائق كل جهه، ومن الافضل ما نقلبوهمش بزاف، مره واحده تكفي لانهم راهم هشاش بزاف وخاصه هما سخونين. كل ما نحطوا براج واحد اخرين يطيبوه نمسحوا الطاجين، على خاطر هذوك البقايا تاع السميد المحروق راح تشوه لنا البراج تاعنا. البراج او المله مع صينيه تاع قهوه او كاس تاي ولا اروع. أتمنى أن تكون هذه الفيديو قد نالت إعجابكم. شكرا لتتبعكم لي، شكرا لوفائكم، شكرا لتشجيعاتكم. إلى وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.